السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد، وإن شاء الله وبإذن الله نشارك معكم واحد الكغيط غندير هاد البرد زوين بالبطاطا والدجاج، كيجي معلك ما شاء الله. وكذلك كنوجدو اعتقد كيكه. مهم ما شاء الله، شوفوا الكغيط كيفاش كيجي مشبع ومدغمر. على بركة الله غنبداو بالترقيدات ديال الدجاج هي الاولى. المهم انا خديت الفخيضات كيف ما كتشوفوا عندي هنا الفخيضات. غندير التوابل اللي انا متوفره عندي. درت هنا شويه ديال هذه العطريه الدجاج، استغفر الله سمحوا لي، المهم ثومه بودره وسكينجبير، شويه الابزار، غندير شويه ديال التحميره وشويه ديال الخرق معلق. صافي غتبقى لي الملحه، وغندير حتى عطريه ديال الدجاج. هنا كيف ما كتشوفوا درا العطريه ديال الدجاج حيت انا شويه كثرت منها. عطريه الدجاج اولا شاورما او اي نوع ديال هذا اللي كتفضلوا، العطريه اللي متوفره عندكم. ضفت شويه ملحه وضفت هنا الموطارد وغندير شويه صوص صوجا الا ما خدني الذاكره. غندير كذلك ضمون طبيعي اللي بيه باش غادا نرقد. درت صوص الصوجا ما تكثروش لان ما بغينا غير داك اللوين، وكذلك واحد شويه ديال المذاق. هاد صوص الصوجا اللي عندي انا ثقيله ماشي ديك اللي خفيفه، المهم علاش انا ما كنكثرش منها. درت ضمون طبيعي صافي، وغنجمع المكونات مزيان مع بعضياتها. نتمنى انني ما نكونش نسيت لكم شي مكون. مهم البهارات اللي نتوما كتفضلوا باش الكغطان ديالكم يجي معلك. كنت خديت بطاطا ودرت ليها نص سلقه، وماشي نص سلقه كاع، غير رمات الغليه. هنا خديت بصله هي شحرتها في شويه ديال الزيت مع شويه الملحه صافي، وغنفرشها هكا في البيراكس ديالي اولا المول اللي غندخل فيه الدجاج ديالي يطيب. صافي الدجاج راه الا بغيتو ترقدوه بليله، انا رقدتو غير الصباح. صافي غنستف دوك الفخيضات ديالي ونحط عليهم حتى البطاطا حتى هي غندير لها نفس التتبيله ديال الدجاج. ديك الدغميره اللي بقات لي من الدجاج غادا نخلطها في البطاطا، غندير فيها البطاطا صافي، ونزيد واحد رشيشه ديال الزيت من الفوق. نتوما انا وريتكم البطاطا، ديروها على شكل فريت، ديروها طولي، ديروها دوائر. بغيتو تستفوا البطاطا هي الاولى فوق البصله، كيبقى لكم الاختيار. انا هكا مشيت في الكراطان في هذه في الكراطان ديالي. صافي غنستمر بهذه الطريقه وغنغطيه وندخلو يطيب على خاطرو في الفرن. غنضيف ليه غير واحد نص كاس ديال الماء، ما كاملش نص كاس، غير باش نشل ديك العطريه اللي بقات لي في البول. صافي ونغطيه ونخليه يطيب على خاطرو. انا تنطيبو من الفوق من التحت حتى كنحس به طاب، عاد كنعريه وكنديرو شويه يتحمر، ورشيت عليه شويه ديال الفرماج، غير شويه ماشي بزاف. نتوما هنا غنزيد واحد شويه ديال الماء، غير شويه ماشي بزاف، كاملش نص كاس، باش ديك العطريه. صافي ودرت رشيشه ديال الزيت كما كتشوفوا. هنا كان عندي واحد الزيتون هو شويه مازال ما طيبش، ولكن عطاني واحد المذاق زوين، درتو حتى هو. بغيتو ديروا شويه ديال الحامض ديروه. صافي انا غطيته كما كنوريكم وغندخلو الفران. ضروري تغطيوه باش الدجاج يطيب معاكم وما يتحرقش لكم البطاطا حتى هي في الفران. انا هذه المرحله ركزت عليها، يسمحوا لي طولت عليكم الفيديو. باش نعاود لكم العطريه. كنت درت الملحه، الابزار، سكينجبير والخرقه معلق وشويه ديال الثومه بودره. صافي هنا والعطريه الدجاج. هنا غندوزو نديرو الكيكه ديالنا. خديت هنا قبصه ديال الملحه وغندير 4 البيضات. الكيكه ديالنا غنديروها بالكركاع، كتجي معلكه وروعه الصراحه، مذاق الشوكولا طبيعي الحال. المهم هنا 4 البيضات غنضيف ليهم ساشيه ديال الفاني وكاس ديال السكر. المهم كان جاني واحد التعليق من واحد الاخت الله يجازيها بالخير، قالت لي راه كتهضري بزاف. انا الصراحه انا عارفه راسي. المهم كنحاول انني اجاوبتها وقلت لها انا كنحاول غير نشرح لكم مزيان ونوصل لكم المعلومات اللي مفيده.
هادشي اللي كاين. الا كنت كنهضر بزاف سمحوا لي وخليوها لي في التعاليق. المهم هنا خديت 4 البيضات، كاس سكر سنيده وقبصه ديال الملحه وفانيا، طربتهم شوفوا حتى تغير اللون. هنا شرت لكم بالاصبع ديالي انني نقص من السرعه ديال الطراب، وضفت كاس لاروب ديال الزيت ودانون. غنطرب المكونات غير شويه ماشي بزاف. ملي كيطلع ليا البيض اولا البيض كيولي ابيض صافي كنقص الطراب. هنا كندير هاد الاضافه كتجي روعه، معلقه حتى 2 معالق كبار ديال الشوكولاته ديال الدهن، كتعطي تعليكه للكيكه. الكيكه كتجي معلكه وبنينه بزاف، واخا ما تحتاجوش تسقيوها. صافي نطرب واحد شويه ونكمل المكونات. نضيف الدقيق حسب الخليط، كيبقى الدقيق على حساب واش هو تيشرب اولا البيض واش كبير ولا صغير. علاش انا ما تنعطيكمش الدقيق هنا تقريبا. غنقول لكم خديت واحد 5 دراهم ديال الكركاع، 10 دراهم، نتوما والسخاوه ديالكم صافي. وحتى هي غنخلطها مع الدقيق. وغندير الكاكاو ضروري لان بغيت الكيكه ديالي تجي مذاق الشوكولا، تجي شويه كحيله. مازال خاصني نزيد الدقيق، خليكم معايا. نزيد الدقيق وغندير الكاكاو وغندير الخمارات. الكيكه ديالي هنا انا ما بغيتهاش تجيني عاليه، هنا ضفت ساشي ديال الكاكاو، غندير فيها معقدش درت فيها 2 ولا 3 خمارات. خليكم معايا باش هو الفيديو غيوضح لكم اكثر، لان الصراحه هذا الفيديو انا كنكون مسجله قبل كيبقى عندي عاد كنبدا نمونطيه. هذا راه مسجله انا قبل. المهم هنا درت 3 الخمارات. المول اي مول عندكم ديال 26 24، انا عندي وقيله ديال 26. انا كيما قلت لكم ما كنبغيهاش تجيني عاليه بزاف، كنبغي الكيكه ملي كتكون هكا مسقيه اولا فيها شي هذا كنبغيها تكون شويه تكونش عاليه بزاف. المهم نتمنى تكونوا فهمتوني. كنحاول انني نقص من الهضره ديالي وكنغالب. المهم انا صبيتها، نتوما ما شاء الله هذا هو القوام اللي حصلت عليه. نوعا ما كيبان لكم ثقيل لان فيه هذاك الكركاع. انا ماشي غربلته يعني نيلته، لا خليته شويه كي تحسوا به في العضه. صافي هنا صبيتها في المول. هانتوما المول ما شاء الله راه كبير عندي صافي. وغندخلها الفران ونرجع معكم. هانتوما تبارك الرحمن شوفوا الكيكه كيفاش كتجي، راه ما شاء الله. المول هنا درت هذاك البابي ديال ورق الزبده هكا في الجوانب. علاش؟ حيت غدا غير نسقيها غير شويه، ماشي غادي نسقيها بغيت غير ندهنها. انا ما بغيتها. المهم واخا تكيتها ماشي الغرض بانها تشرب بزاف ديك الصوص اللي انا غندير. انا الصوص ماشي فيه حاجه كثيره. خديت دانون فاني وخديت الشوكولا هي الاولى. ها هي الشوكولا ذوبتها في حمام مريم وغنضيف عليها دانون فاني. انا دانون فاني درتو في الكيك اللي بغيتو دير دانون فاني اولا دانون شوكولا، كيبقى لكم الاختيار. اولا ديروا كاس ديال الحليب في الكيكه. الا درتو كاس ديال الحليب ديروا المهم شوفوا نتوما اللي عندكم. حتى في الصوص راه تقدروا ديروا نص كاس ديال الحليب مع الشوكولا. هادو كيبقاو اختيارات على حساب المتوفر اللي عندكم. انا عطيتكم اقتراحاتي وانتم اللي عندكم راه غديروه. صافي غنستمر هكا. هاد الصوص هادي غندهن بها الوجه ديال الكيكه. هاد الوجه هذا راه ماشي الوجه ديالها، هذا راه التحت ديال الكيكه. انا فضلت بانه مقاد، الملمس ديالو مقاد. ما شاء الله مع الجو بارد راه دغيا الشوكولا بدا كيجمد معايا. وعاد انا ما ذوبتوش بزاف الصراحه، كان يعني نخليه يذوب مزيان. المهم نتوما ذوبوه مزيان باش يسيح معكم من الجوانب وتشربوا حتى الكيكه. الا درتو الحليب يكون احسن. انا درت دانون فاني كان متوفر عندي درتو صافي. وغنزين هكا بحبيبات ديال الشوكولا. المهم الكيكه ديالنا برعايه الشوكولا والكركاع راه كتجي معلكه ولا اروع. المهم غنبقى غادا مستمره بهذه الطريقه. كيف ما كتشوفوا رشيت عليها دوك الحبيبات ديال الشوكولا. كيبقى تزيين بسيط غنشاركها معكم ضروري عن قرب. كتجي مشبعه وبنينه ما شاء الله.
اللهم بارك. هانتوما كتجي معلكة والكركاع راه كيبان فيها لأنني أنا ماشي طحنتو بزاف، خليتو شوية قطع هاكا باينة في الأضواء، والكغطا راه روعة اللهم بارك. اللهم أديمها نعمة وحفظها من الزوال. اللي وصلت معايا حتى لهنا ما تنسانيش باللايك وبارطاج، الله يجازيكم بالخير والله يرحم ليكم الوالدين. أنا كنسجل الفيديو اليوم جمعة، الله يجعل لكم ميزان الحسنات يا ربي. وهانتوما أنا كنوريكم أن كلشي طايب ما شاء الله، مكغطا كيستحق التجربة. جربوه ونتمنى أنه يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله.